بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وعافية وهنا وسعادة يا رب. بالنسبة للأخت اللي أو ابنتي اللي طلبت مني حاجة للهالات السوداء تحت العيون، معذرة أنا بس النت قطع عندي بقاله فترة كان ملخبط فما اتأخرت، بس معلش اعذريني اتأخرت عليكي عشان المشكلة في النت بس. فالحمد لله كل حاجة رجعت تمام. دلوقتي في العناية بالبشرة عموما عايزة استمرارية، والعناية تحت العيون والايه الجفون وكده محتاجة برضو اهتمام جامد. وطبعا المنطقة دي حساسة، أي حاجة بتأثر فيها. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ مبدئيا جبنا نص بطاطساية وبشرناها وحطيت عليها معلقة سكر، يعني شوف بطاطساية اهي الحجم ده، خدت نصها بشرته وحطيت معلقة سكر بتاع الشاي عادي خالص بتاعنا، وسبتها 5 دقايق. بعد كده اما بشرتها النص اللي قد ده بشرته ورشيت عليه معلقة سكر بتاع الشاي بتاعنا العادي ده، و5 دقايق سبتها بس. جيت مسكتها بعد كده لقيتها كلها بتحسيها بقت ميه، مسكتها بس بايدي وعصرتها كده بس من غير اي حاجه. النص اللي عصرته خدت ميته، حطيت على الميه بتاعته معلقه جل الصبار، ما عندكيش مش مشكله بس هو ده حلو برضه، جل الصبار. وحطيت عليهم بودره اطفال، بودره بتاعت اطفال، بحيث ان هم يتعادلوا ببعض وتقلبوا كويس جدا. اهو بص القوام، دي بودره اطفال وجل صبار وميه البطاطس ومعلقه سكر عليها. اهو بصي قوامها حلو ازاي، يعني تحطيه كريمي على البشره، عايزه تحطيه على البشره كلها حطيه، مفيش اي ضرر، ده كلها حاجات طبيعيه جدا، لا في حاجات تعمل حساسيه ولا في حاجات تحرق في العين. يعني حاجات مش هتحرق، انا ممكن اقول لك حاجات فيها زيوت زي زيت البرتقال بس ده يحرق في العين، فالحاجات دي احسن من غير حرقان في العين ولا اي حاجه. دي تتوزع كل حطي منها زي ما تحبي، ان شاء الله تخليها على طول ما انت في البيت كده حطيها على بشرتك، تتشطفي تعملي حاجه رجعيها تاني مش مشكله. دي حاجه. الحاجه الثانيه في عندنا كمان زيت بس مش موجودين معايا دلوقتي، زيت الورد وزيت اللوز الحلو. حطي ده قد ده، يعني معلقه قصاد معلقه، رجيهم مع بعض وخليهم في ازازه عندك كده، وكل يعني على طول خلي البشره مترطبه بيها، يعني شلت الماسك ده خلي البشره مترطبه على طول بالزيوت دي على طول من غير دعك. انت بس تحطيها كده، تاخدي منها وتحطي كده بس عند الحته منطقه تحت العين كده، الحته الدايره اللي تحت العين دي العظمه دي تحطي عليها. ممكن برضو تحت الحاجب بشويه حط كده برضو عشان لو في اي حاجه تغير اللون بتاعها يزهزه يبقى كويس يبقى نضر. ادي دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن الخيار، شرايح الخيار او عصير الخيار. لو شرايح الخيار حطي الخيار لوحده كده على طول على البشره. لو عصير القطنه اللي هي بتاعت المكياج بليها شبهها بالعصير وحطيها واسترخي كده على عينيكي، يعني استرخي على رقبتك لورا كده وحطي عليها القطنه المليانه هي عصير خيار ده. ممكن عصير الجرجير برضو نفس الحكايه، حلو جدا برضو. على فكره الزيوت اللي هي بتشيل الصبغه من البشره زي زيت البرتقال زي زيت الجزر حلوين، بس في زيت البرتقال هيعمل ممكن حساسيه شويه، لكن زيت الجزر ما فيش منه حاجه. ممكن برضو تحطي من الوقت للتاني زيت جزر لان برضو بيشيل التصبغات حلو. في حاجات كتير قوي لو قعدنا نتكلم عليها البشره مش هتخلص، بس باختصار عشان ما اطولش عليكم لازم تخلي منطقه تحت العين دي او البشره عموما رطبه، ما تدعكيش فيها، سواء شلتي كحل ولا شلتي مكياج ما تدعكيش فيها، كلها منطقه تكبيس، تشيلها بالتكبيس، تنشيف بالتكبيس، برضو الكريم حطيه بالتكبيس ابو الزيوت. كل ده الحاجات دي كلها بتفيد البشره. كمان نرجع بقى لحاجات تانية، مشروبات. يعني احنا دلوقتي على قد ما نقدر ناخد مشروبات اللي هي بتدي نضاره للبشره وصحيه، حاجات فيها خضره كتير حلوه قوي. ويا سلام كمان لو جبتي عصير الكرفس لو تقدري تشربوه عادي وعصرتي شويه وشربتيهم كل يوم مره حتى الصبح او بالليل او في اي وقت، يعني حلو جدا بينظف المعده. ده كل الحاجات دي الفوائد دي كلها، والجرجير والسبانخ والخبيزه، كل الاكل ده بيأثر على المعده اصلا بتأثر على البشره. فكل ما خدتي حاجات صحيه للبشره وللمعده هتحسي بشرتك نضره جدا. وكمان في حاجه كمان لازم، ما السهر كتير وحش،
يعني ما نسهرش نقعد فتره طويله ننام وش الصبح، ما احنا ما خدناش اي وقت من النوم بتاعنا اللي هو الصحي بتاعنا، لان الصحي بالليل قبل الفجر، بعد الفجر ده ما يعتبرش نوم مفيد للجسم. وبرده ما يبقاش عندنا يعني عزكم الله امساك، الامساك برده بيأثر على القولون والمعده، بتأثر على البشره والنظر عموما. فكل الحاجات دي حبيبه قلبي مكمله لبعض. المهم الاستمراريه وتنتبهي للصحه صح، يعني النوم بدري ده مهم جدا جدا جدا. بس يا حبيبتي وجربي وقولي لي رايك ايه، وانا فيديوهات تاني برضه هحط حاجات كتير مع بعض تنفع للبشره وتنفع للكلف وتنفع تحت العيون. وبعدين في كمان للقولون، بالنسبه للقولون الليمون اللي هو المجفف، انا عملته فيديو قبل كده عن التخسيس ده، برضه لو شربتي منه كل يوم كوبايه الصبح وكوبايه بالليل، جبتي الليمونه كسرتيها وحطيها في كوبايه وكبيت عليها ميه سخنه وبيتيها من بالليل للصبح، شربتيها الصبح والصبح عملتيها لغايه بالليل شويه بالليل، دي جميله جدا بتنظف القولون. ده غير انها كمان بتخسس وبتخلي البشره كده نشطه ونضره كويسه والجسم نشيط. في حاجات كتير قوي يعني ربنا يسهل الحال كده ونقدر نقدم فيديوهات كتير للحاجات دي. بس يا حبايب قلبي اتمنى يا رب السعاده والهنا لكم جميعا، لكل المشتركين وكل المشاهدين، واتمنى اكون عند حسن ظنكم، ومعذره على التاخير حبيبه قلبي، النت كان عامل مشكله عندي. دمتم في رعايه الله جميعا.